بعد الفيديو ده مش هتعملوا كباب الحلة غير بالطريقة دي، لاني انا بعد ما عملتها وجربتها ادمنتها وما بقتش اعمل اللحمة غير بالطريقة دي. في طاسة على النار هنزل بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وتكون الطاسة متسخنة كويس جدا. بعد كده هنزل عليهم باللحمة بتاعتي. طبعا اللحمة ممكن تقطعوها مكعبات صغيرة عن كده. طبعا هوطي النار وبعد كده هبدأ ان انا اقلب اللحمة كويس جدا. واهم حاجة في الوصفة دي ان احنا نشوح اللحمة مع المكونات اللي بتضاف لها. حطيت ورق لورا وحطيت كمان معاهم فصين حبهان، وقعدت اشوح كده فيها لحد ما لون اللحمة بدأ يغير. وبعد كده هنزل بالمكون اللي عليه الدور، وهي معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هشوح اللحمة مع التوم لحد ما اللحمة تاخد لون، وكمان التوم هياخد لون مع التقليب. هنزل بعد كده بقى بالتوابل بتاعتي او البهارات، وهي معلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من السبع بهارات. طبعا الملح مش هحطه دلوقتي خالص، هحطه في الاخر. هشوح بقى اللحمة مع البهارات. وطبعا يا جماعة في الخطوة دي نخلي بالنا كويس، لان البهارات ممكن تتحرق لو علينا النار. ههدي النار خالص كأنها يعني نار ترديد كده، كأنك بترددي حاجة. وبعد كده هروح بقى اقطع البصل. طبعا قطعيه بالطريقه اللي تعجبك، ممكن مكعبات، ممكن جوليان، ممكن شرايح كبيره، عادي مش هتفرق خالص. طبعا انا قطعت بصلتين كبار ونزلت بنص كميه البصل على اللحمه. وطبعا اللحمه كانت على النار لحد ما خدت اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ان انا اشوح البصل مع اللحمة لحد ما ياخد اللون البني المكرمل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل عليهم برشة من الفلفل الاسود. شوحت البصلة مع البصل مع اللحمة لحد ما خد اللون اللي احنا عايزينه. هبدأ بقى ان انا انزل بنص كمية البصل التانية، وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض. بس المرة دي مش هنقلب كتير، يدوبك كده البصلة تدبل مع اللحمة. وبعد كده هنزل عليهم بطماطماية متقطعة مكعبات. هبدأ بقى ان انا اقلب الطماطم مع المكونات بتاعتي مع اللحمه والبصل. وبعد كده هبدأ انزل عليهم بالميه. طبعا يا جماعه اللحمه هتستوي، هتاخد تسويه كتيره، هنزل عليهم بكميه كبيره من الميه. وبعد كده من كل فتره والتانيه لو لقيت الميه قلت، هبدأ ان انا ازود لحد ما اللحمه تستوي. وطبعا يعني لما تدخل في نص سوا هوطي النار لحد ما اللحمه بتاعتي تستوي. يعني هوطي النار عليها، اكون مهدياها كده علشان الصوص ده ما يتحرقش. طبعا اللحمه طالعه دايبه. الصوص اللي عليها ده يا جماعه يعني بصراحه يعني احلى من اللحمه زيت نفسها. طبعا انتوا ممكن تاكلوها مع رز ابيض، مع رز بشعريه، مع عيش، مع سلطات، مع مكرونه، اي حاجه يعني. دي بتمشي مع اي حاجه.